الخطوة الأولى لتفوح أو سلق العيش الحساوي بالطريقة هذه. طبعا الماي حار، تنزل كمية بسيطة، ما تنزل كمية كبيرة لأن الجدر على حسب. خلنا بس نخليه على جنب إلين ما ينزل. ليش احنا سوينا كذا؟ هذه الطريقة لأن الماي ما يشرب، الحب ما بيشرب الماي في نفس الطريقة، فبيحتاج شوي وقت على ما يتشبع وينزل تحت. أول ما ينزل تحت بننزل عليه كمية اللي بقت. شوف ما شاء الله، شفتوا؟ صعب شراب الماي لأنه يبيله أصلا. احنا متى بنحط الملح؟ بنحطه بعد ما يتشرب الماي ويعني يبدأ يطفر، أبى ننزل عليه ملح. مو بالحين الملح ما تحطه، أول ما يطفر ويانا ننزل عليه ملح. وقت اللي ياخذه فيه الحب الحساء، عشان اختصرها لكم في الدقيقة ذي، ساعة إلى ساعة ونص على حسب. وبعدين يشخل ويروح ويجفف في مكان حفاظا عن الغبار، عن الحشرات، عن اي مكان. المهم انه تهيئ لك مكان طيب، مو بتحطه لي في الطريق هنا ولا في السطح وتجففه، لا. وبعد ما تنشره ترى له طريقه ولا ترى يخترب، ما تخليه مكثف. ويوميا او في اليوم مرتين حرك زي كذا. شوفوا اذا تلاحظون للحين ما ترى ما وصل له منه. ليش؟ شفتوه؟ ما بعد، شفتوه ترى حار، ولكن انا استنى بس يتشبع. بنخليه شوي وبعدين بننزل عليه كميه البقات، ولا نزلناها بيبتدي يطفر. اول ما يبتدي يطفر طبعا الاستخدام اللي نستخدم الملح، نستخدم الملح الخشن اللي تشوفونه هذا هو. طبعا الكميه هذه ما تكفيه ترى، احتمال عاد انت وحسب انت ذوقك تذوقه. كل ما حطيت، احنا بنحط كيس اول بدايه، اللي هو اللي يجيك الكيس المعروف، فتذوقه صلح لك صلح، ما صلح خله يبا. في ترى للمعلوميه في ناس تستخدم جوهر اللومي بدل الملح، ولكن خلنا على الملح وخلنا على حبنا وهوانا فيه، لأن هذا استخدام شخصي أول شيء. عشان كثير يسأل يقول متى يجهز الحب الحساوي؟ هو استخدام شخصي ترى، ولا في شيء منه للبيع. هذا كمية بسيطة تقريبا 40 كيلو بس. فما شاء الله الحب الحساوي عليه طلب كثير، وإن شاء الله تشوفون أجمل حب حساوي من البداية للنهاية. اللي تابع ويانا من الغطف إلين التجفيف إلين اللي هو استخراجه من نفس دوار الشمس إلين تنظيفه، والحين تفويحه جواقته عشان نسلقه ونفوحه ونوريكم هم طريقته. تستاهلون. وقفنا على الحب وخلينا نحركها في الوسطى عشان بس لا طفر نشوفه. بوريكم شو تسمونه ذي يا جماعة الخير. هذا الفتيت اذا شفتوه، هذا اللي هو الممروس، احنا نسميه فتيت. هذا طبعا بالتمر يعمل، وشاي لذيذ خرافي مع ايش؟ مع السمن. تاخذ كذا تهمزه كذا، عرفت؟ هذا القيمه شفتوه لذيذ. ولكن اللي ناقص الحين رشه سمن بغاري. تسمونه فتيت ولا ممروس؟ احنا نسميه فتيت. ممروس الكل يمشي. يعني ليش سموه فتيت وليش ممروس؟ ما له سوالف ولا عدة طرق، ولكن صراحة طريقته ولا أتوقع أحد بعد بيانها في بعض منصات التواصل. ولكن أتمنى إنه يصير عليه شرح حلو ومميز، وشرط تكون أحد الآباء الأولين هو اللي يسويه، ما بيجي لليوم، لأن له طريقة يا جماعة الخير، وله ميز وله خنة. يا الله، يستخدم أو يفرح به في الأعراس. الله يوزع همزة طيبة. بجيب لك سمن ممكن الحين عطنا رايك. تو طريقتين يا جماعة الخير. من يتغير عندك اللون بالطريقة ذي تشبع، ما تشبع يعتبر، لكن تبلل بالماء، يعني قام يمسك الماء. ولكن إذا لسه باقي شفاه صعب الماء يشربه على طول. ف أول ما يبتدي يطفر وياك تنزل عليه الملح. احنا الحين ما طفر ويانا، ولكن تشبع تقريبا في 80% من تشبع من الماء. إذا ثقل بينزل تحت ترى بيرك الماء، ترى فيه هنا تحت فيه خلو تحت، شفتوه؟ أنا أحرك الحين كذا بالمحركة، شفتوه يدخل ويطلع كذا، فخلو سهل الدخول والطلوع من هنا تصير سهلة. ليش؟ أنا تحت فيه فاضي. فالحين احنا شو اللي بنسويه؟ اللي بنسويه بننزل عليه باقي الدفع الثاني من الكمية. أول ما يشرب هذه الكمية كلها من الماء بيركن تحت، بيعطيه طفرة. أبي أذكركم بيصير هنا زي البركان، تفوحها سبحان الله بتشوفونه بعد شوي. بعدين شو اللي بيصير؟ بعد تنزيل الملح يقصر عليه، ما يصير بالنار اللي تشوفونها هذه العالية، ويغطى ويخله ساعة إلى ساعة وربع إلى ساعة ونص على حسب عاد أنتم تتذوقه. وتشوف موضوع إذا وصل الملح إلى داخل
الصلم، ركزوا وياي، لأنه ما انت تحط الملح ترى عشان يتبلل من برا، لا، احنا نبي الملح يوصل داخل الصلم نفسه اللي داخل ده، شفتوه؟ عشان يوضح وياكم. ابي انا الملح وين يوصل؟ شوفوا، شفتوه؟ ابي الملح يوصل داخل حق الصلم هذا، شفتوه ده اللي تاكله انت، ابي هنا يوصل، هنا يتشبع من الملح وليس القشور حقه. الحين بنزل اياكم هاي يابا على طعم اللي هو الحب الحساوي. في فرق، شوف كل شيء حساوي يفرق، كل شيء حساوي، كل شيء محلي، كل شيء بلدي، كل شيء منتج وطني يفرق اياك. اما بتقول لي شيء مستورد ما ندري عنه. احنا هنا قاعدين نسوي اشياء من وين؟ من عندنا، ومن يعني من زراعه او من تعب يدنا، عشان كذا احنا نحسبه ان كنا احنا صانعين طياره، ما بعد حال. فالحين بنزل اياكم الدفعه الثانيه. بسم الله على الدفعه الثانيه للحب الحساوي. يا الله ما شاء الله، شفتوا طالعوا وركزوا، بدا ينزل تحت. ليش؟ لانه تشرب من الماء وثقل. انا بزعطه زعاط ما عليه، ما عندي مشكله، خلي حد بحد وبقصر عليه. شفتوا هالكميه نزلت كلها داخل جدر، عاد فوض ما فوض انا زعطت. عرفتوا شلون؟ بيثقل بينزل باذن الله كله ابو تحت. وقهرنا الحين محركه وتقول بكذا، شفتوا؟ تحركه حركه كله ذا لا يغرك الفوق كله بينزل، شفتوا؟ ما بتجيب لي شيء والحركه بالمحركه، شوفها ها محركه، شفتوا؟ بيثقل باذن الله بينزل تحت، بيصير حد بحد بغطيه وبخليه يتمخمخ على الراحه، كني قاعد امخمخ هريسه على الراحه، لا انا حد لاحقيه ولا انا قاعد في بار، هذا انا كذا، شفتوا؟ بوريكم بعد شوي نزول لا نزع، شفتوا؟ خلوا تحت، خلوا شوفوه فوق. احنا اللي عندنا هذه كميه بسيطه 40 تقريبا، 40 كيلو، ما شاء الله تبارك الرحمن. شفتوا؟ هذا الحب الحساوي، شوفوا التحتي طلعت تحتي، شفتوا الفرق بين التحتي وبين الفوقي؟ اذا شرب كل ابوه زي كذا بينزل تحت، خليه على راحته. شفتوا؟ المحركه حلوه كذا، تسطر بها، تجيب منه خفيفه عليك. تبي من لاس اللي تبي. الله على الريحه، لو توصلكم الريحه، كل ما ضيت شوي قالب فيه عادين عشان اللي فوق ينزل التحتي، فوق ينزل التحتي، لا تظل كذا تطالع فيه فوقي ترى ما بيوصل له. فكل ما قلبت كل ما الفقيل كذا نزله في التحتي، الفقيل ينزل خفيف. شفتوا يا جماعه؟ حياكم الله. اول ما قام يطفر ويانا، شفتوه بالطريقه هذه، الحين اجي وانزل الملح. ليش؟ شبع ماي خلص وتشبع. طبعا الكميه ترى اللي تشوفونها هذه كميه ما تعتبر شيء، ولكن احنا بنحتاج اكبر من الكميه اللي تشوفونها هذه. طبعا هذا تقريبا اقل من كيس، ولكن احنا اللي بنحط كيسين او زي ما قلت لك على حسب انت شو اللي تحتاجه من الملح تحطه. شفتوه؟ اول ما قام يطفر ويانا نحطه في الطفره هنا. عشان ليش؟ عشان يقوم يذوب ويتشبع. انا ليش الحين ما ضقته ولا سويت شيء ولا؟ لان ادري ان الملح على الكميه هذه بسيطه، ولكن نحتاج كميه من الملح اكبر. ابى اخليه تقريبا 20 دقيقه يطفر مضبوط، بعدين بننزل عليه كميه الملح الثانيه. شفتوا شلون؟ شفتوا؟ لقيت لكم كنا بركان. قرب لهم، تعال خليهم يشوفون، قرب لهم. شفتوا؟ بعد ما تشبع ونزل يعطيك شيء خرافي. الضوقه زي ما قلت لك على حسب انت واختيارك وحبك لملوحته. اذا هو حق تسويق فلازم توزنه وزنه بوزنه الناس، يعني تراعي ظروف الناس. ناس ما تبي ملح زايد، ناس تبي خفيف، تدري. شفتوا؟ اذا قلت لكم انا الحين فوحته ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شلون يفوح. فجميل انك تاخذ الاحتياط في كل شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن. فما بقى عندنا الا الغليل بس ويجهز. قصر عليه. شفتوا؟ لان الطفره باقي لها من الغليل ان شاء الله. لازم تكون قريب يم الجدر. ليش تكون قريب يم الجدر؟ عشان تقالب في تحت الى فوق تحت فوق تحت. ليش؟ عشان اللي ما تشبع يتشبع، اللي فوق يروح تحت، اللي تحت نجض خفيف، اللي فوق لا. فاقلب، لازم تقالب فيه يكون ما شاء الله تبارك الرحمن، يصير متجانس كل ابو جميع في مره واحده. شفتوا شلون؟ لازم قالب طلع تحت على فوق، تكون واقف قدامه.
وبخاصة احنا بعد احنا حاطين الجدر حد بحد والكمية كلها كبيناها، فلازم نكون موجودين عشان ما يطفر ويطلع بعد الماي لبرا. طبعا الحين زي ما قلنا لكم قصرنا على النار اقل من الاول، اول كانت رفيعة فالحين كانت غليلة. شوف روح قريب بعد راح بس. هذه تقريبا ثالث دفعة أنا الحين أنزلها من الملح اللي تشوفونه، شفتوا؟ هذه ثالث دفعة، ولكن أنا ما بكثر فيها لأن على وشك يسكب عندنا ويصير طعمه مميز. ولكن شفتوا؟ بعد تنزيله زي كذا لازم تحرك كذا بالمحركة، تاخذ لك لفة أحسن لك من شيول ولا من لاس كبير. شفتوا ما شاء الله يتجانس بسرعة وأنت تاخذ راحتك أصلا في حركته. شفتوا؟ طبعا 10 دقائق هنا بعرف إن إذا زبط الملح خلاص على قده ولا لا. ليش؟ لأن الحين بعد كبة ثالث دفعة ذي تحتاج يتجانس الملح، يدخل داخل الصلم وتعرف إذا الملح موزون أو لا. نقصر عليه على راحته يطفر زي ما تشوفون بعد شوي. شوفوا قاعد يرتفع يطفر، نخليه على راحته، بنغطيه أو ما تغطيه ولكن خله مقصر عليه. تطويله مشكلة علينا، احنا عندنا ما شاء الله حد بحد، لو طولنا زيادة طلع عندنا وطفح برا. ولكن ان شاء الله انه ما يحتاج مرة ثانية ملح، ولكنه كمية مو بسيطة اللي حطينا. وهم اللي عندنا هذه كمية مش بسيطة. شوفوا بدأ يرتفع عشان يطفر وياكم. شوفوا خلنا احركه لكم. شفتوا هنا فاض مثل البركان يقول ذاك. فهذا هنا ميزته وميزة الحب، انه صعب يتشبع من الملح او الماء باسرع وقت. كذا الحين خلاص يا جماعة الخير نطفي عليه وبنقول يلا بسم الله ما شاء الله على شخالة. بنشخله بالطريقة ذي بالمشخال اللي تشوفونه. شفتوه؟ تشخله عن الماء، بعدين وين بننزله تحطه في اكيد بعد في مشخال ثاني. بعدين وين بوديه؟ بوديه في غرفة محكمة مرتبة، ولا يدخلها غبار ولا هو ولا شيء، دريشة عليها تور نفتحها يتهوى ينشف على راحته. شفتوا؟ ما شاء الله هذه طريقة شخال الحب من الجدر. تحطه طبعا اكيد بعد في مشخال ثاني. انا مستخدم الاخياش اللي تشوفونها ذيك فما شاء الله. الله شفتها ثقيل يوم انه شبع مي، ها ثقل. شفتوا؟ ثقل. لازم يكون تنشيفه في مكان زي ما قلت لك، ما بتحطه في بر ولا في نخيل وغبار وبريعصي تكرم يمر عليه ولا حياة ام سليمان ولا بكره مثل بكره هوا وغبار. شلون يعني واحد ياكل غبار؟ ما يصير. لا يا غلط يا جماعه. غرفه محكمه مرتبه. مستعد ساو، ما مستعد لا تسوي لا سلوق ولا اللي هو الحب هذا ولا اي شيء بتجففه برا استهلاك بشري. تجففه كذا بالهواء غلط متلوث. احنا في غبار في هواء في شيء في حيايه في قطاوه تمر عليه. لا يبا غرفه محكمه. هذا طبعا اللي تشوفونه بيروح البيت يا جماعه الخير، بيروح البيت في مكان نظيف ومرتب ومتكتك، ما في بعد حكي فيه. فهذا السبب. ما شاء الله طلعنا من التنور تقول يا ابو شهر. ما شاء الله ما راح يدخن. شفتوا حطينا هذه الاخياش اللي تستخدم حق ذوق التمر، ترى هي جديده ما شاء الله. حطينا بالطريقه ذي عشان ينقل محل التجفيف او محل نشاره. ما شاء الله ذا ابو شهر جبت البيت صج عزمت. ها والله احسن. ها الجراج مفتوحه والمريوحه لا يطق لا رمل ولا غبره ولا عاج. ليش زين اخترت الحصير انت الحين؟ لازم. لا والله. يلا جلسان بسم الله وانشر يلا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما شاء الله يبي له حصير ثاني. ها ما شاء الله. شوفوا حبته شلون، حبه طيبه كبيره يا شباب طيبه. طبعا ينشر كذا بهالطريقه
يخفف يخلي يعني طبقة حلوة وكذا ممتازة، ويحرك يوميا. ابو شهد يلا انشر البقايا عشان نحطك الحصير الباقي. شفتوا بهالطريقة كذا مو طايحة. كم يوم ابو شهد يستوي؟ ذا الواحد لما تشوفه يبس يصير ابيض بيض الله وجهه. صادق بعد تحريك هذا بكم يوم. الحار ذا مو، ولكن صراحة الحبة خرافية يا ابو شهد. شفه كبيرة ما شاء الله. طبعا يتحول بعد ما يبس يرجع على لونه الطبيعي اللي انتم شفتوه من ساعة، ابيض مو ناطع، فهذا هو على لونه الطبيعي. يرجع بعد ما يبس ياخذ حده والجفاف المطلوب فيه. كوب يا ابو شهد كوب. ما شاء الله يا ابو شهد خوش مرتب، ترتيب اقول يكفي النظافه اللي انت بتجففها فيها. هذا انا اللي اتكلم عنه يعني. ما شاء الله انت حتى المكيف انت شغلت عليه ما شاء الله. المكيف شتو شغل عليه ابو شهد المكيف، قال خلي المكيف طبعا كل ساعتين ترى لازم يحرك. افضل كل ما حركته كل ما صار كل ما صار ارتب. فهذه هي طريقة تجفيف الحب الحساوي. ما شاء الله يا ابو شهد مرتب. وهذا شكل الحب بعد ما جهز من تجفيفه ونشاره. اذا شفتوه قبل تقريبا 3 أيام الحين جهز، ونقول ما شاء الله. اسمع الصوت، اسمع. الصوت هذا يعطيك دليل انه خلاص جاهز وللأكل. ما شاء الله. شوفوا الحبة، شفتوا الحبة تراها طيبة حبة يعني بصراحة مو بصغيرة لكنها حلوة. حبة طيبة تعتبر. جهز للأكل بعد ما الخطوات استوت وياكم من الألف إلين آخر مرحلة. هي المرحلة هذه اللي أنت عاد تقدر تخزنه في مكان ويظل وياك عادي. أنت شو اللي تبي تحفظه فيه تقدر تحفظه فيه. ما شاء الله. هذا الحب إذا تخيلتوه تتذكرون أنا نشرت لكم في